البركة في الرزق مش دايما بتتقاس بعدد الساعات اللي بنشتغلها ولا بحجم المجهود اللي بنبذله، وده لأن في ناس كتير قوي بتتعب ليل ونهار ومش شايفة أي خير، وفي ناس تانية بقى بتشتغل بهدوء وبتلاقي رزقها ماشي ومكفيها، والكلام ده كله مش صدفة، ده سنة من سنن الحياة. السنة دي بقى بتقول إن البركة مش في الكثرة، البركة في الرضا وفي النية وفي الصفاء وفي علاقتك بربنا وبالناس. المشكلة بقى بتبدأ من إن كتير من الناس فاكرة إن الحل إنهم يزودوا الشغل أو يدوروا على فرص أكتر، لكن الحقيقة إن المشكلة الحقيقية ساعات بتكون من جوه في القلب وفي الطريقة اللي بنفكر بيها وفي تصرفات بسيطة بتسحب البركة مننا من غير ما نحس. البركة دي يا صاحبي زيها زي النسمة، لو الجو نضيف وهادي بتحس بيها، لكن بقى لو الجو مليان دوشة وهم فبتروح منك بسرعة. وهنا بقى عاوزك تركز في السبع أسباب اللي جاية دول، لأنها بتوضح جوانب مختلفة جدا من الحاجات اللي ممكن تكون السبب في إن البركة تختفي من حياتنا رغم كل تعبنا. هي صحيح أسباب شكلها بسيط لكن تأثيرها عميق جدا، منها ما هو متعلق بالقلق زي النية والرضا، ومنها ما هو متعلق بالتصرفات زي العدل وتنظيم الوقت وشكر النعمة. وهو ده بقى اللي لازم نفهمه، إن البركة مش هدية عشوائية، البركة بتتزرع زي البذرة، وكل ما القلب كان أنضف والطريق كان أصدق فالبركة هنا بتنبت وبتكبر. علشان كده بقى تعالوا نغوص سويا في الأسباب دي ونشوف ازاي نرجع البركة لحياتنا من أول وجديد. السبب الأول معانا النهاردة هو النية الغلط. النية يا صاحبي هي بداية لكل طريق، وهي اللي بتحدد شكل الرحلة ونهايتها. يعني ممكن اتنين يشتغلوا نفس الشغل وبنفس المجهود، لكن واحد فيهم يحس بالبركة والتاني يحس ان رزقه بيطير من ايده، والفرق بينهم بقى بيكون في النية. الإنسان يا بطل لما بيشتغل وهو هدفه بس يجمع الفلوس أو يثبت للناس إنه ناجح أو يعيش في مقارنة دايمة مع غيره، فالشغل معاه بيتحول لمجرد سباق ملوش نهاية، وهو ده بقى اللي بيخلي التعب كتير والنتيجة دايما بتبقى قليلة. النية الصح يا بطل مش معناها انك تبطل تسعى، بالعكس ده معناها انك تخلي سعيك ده في معنى اعمق، يعني تشتغل علشان تبني وتعمر وتساعد وتقدم حاجة مفيدة وتكسب بالحلال، وده طبعا وانت مطمن ان رزقك مكتوب ومش محتاج تبص لحد ولا تتوتر لو الامور اتأخرت شوية. النية الصح يا بطل بتخليك تشوف الشغل ده على انه عبادة، وبتحط البركة في الوقت والمجهود والرزق. وهنا بقى لازم تاخد بالك من ان اللي بيشتغل بنية غلط بيعيش دايما في دوامة من القلق، ومهما جمع بيحس ان اللي عنده ده مش مكفيه، وده لان البركة طبعا مش بتتقاس بالعدد ولا بالفلوس. البركة يا صاحبي شعور بالرضا والراحة الداخلية اللي بتخلي القليل يكفي ويزيد. وهنا بقى بتعرف ان لما النية بتتعدل فالقلب بيهدى والطريق بينور والرزق بيجي من حيث لا تحتسب. يعني قبل ما تبدأ يومك اسأل نفسك انا بشتغل ليه؟ يا ترى علشان اجمع المال ولا علشان اعيش حياة فيها معنى ورضا؟ وعلى فكرة السؤال ده مهم جدا، لان النية هنا مش بس بداية الطريق، ده هي اللي بتحدد البركة في آخر كل طريق. السبب التاني بقى هو نسيان شكر النعمة. الإنسان بطبعه لما بيتعود على النعمة بينساها وبيتعامل معاها كأنها شيء عادي، كأنها حق مكتسب ومش هتروح منه، وده بقى من أكبر الأسباب اللي بتخلي البركة تختفي من الرزق. الواحد يا صاحبي لما يصحى كل يوم يلاقي نفسه قادر يشتغل وعنده عقل يفكر وصحة تساعده على تنفيذ الشغل ولقمة بيكسبها من تعبه، فلازم يعرف إن دي نعمة عظيمة جدا. لكن بقى لما بينسى يشكر عليها ربنا فبيبدأ يحس بالنقص مهما كانت معاه. شكر النعمة يا صاحبي مش بس بالكلام، ده إحساس داخلي بالرضا والامتنان. الشكر ده يا صاحبي معناه إنك تبص للي عندك قبل ما تبص للي ناقصك، وإنك تستخدم اللي ربنا رزقك بيه في الخير مش في المقارنة ولا التباهي. وهنا بقى بتعرف إن الشخص اللي دايما شاكر بيلاقي البركة بتزيد في حياته بشكل غريب جدا حتى لو رزقه كان بسيط ومكفيه بالعافية. إنما بقى اللي دايما ساخط ومش راضي بيعيش في دوامة عاوز أكتر وبيفضل يجري من غير ما يوصل لأي حاجة. البركة يا صاحبي مش بس في الفلوس، البركة في راحة البال وفي الوقت وفي الصحة اللي بتخليك تشتغل وفي الناس الطيبة اللي حواليك. الشكر ده يا بطل بيخلي النعمة تثبت وبتفتح بيها أبواب رزق جديدة من حيث لا تدري، إنما بقى النسيان والاعتراض فبيخلوا النعمة دي تنسحب بهدوء من حياة الإنسان من غير حتى ما ياخد باله. يعني باختصار اللي عايز يشوف البركة في رزقه لازم يبدأ من جوه، لازم يتعلم يشكر حتى على التفاصيل الصغيرة، لأن الشكر بيجذب الخير وبيخلي العين تشوف الجمال اللي كانت غافلة عنه. السبب التالت بقى يا صاحبي هو الظلم وأكل حقوق الناس. الظلم من أكتر الحاجات اللي بتسحب البركة من حياة الإنسان من غير ما يحس، وده لأن الرزق عمره ما بيجي على حساب غيرك، وحتى لو جمع فعمره ما هيبقى في خير. المشكلة بقى إن ساعات الظلم مش بيكون واضح، لأنه ممكن يبقى تأخير حق عامل أو استغلال شخص محتاج أو حتى التقليل من تعب حد تاني، طبعا علشان نكسب إحنا أكتر، وده كله بقى يا بطل بيأثر على البركة بشكل مباشر. الظالم يا صاحبي ممكن يبان ناجح لفترة ويقعد يجمع في الفلوس ويكسب ويبان إن
ان الدنيا معاه ماشيه، لكن بقى بعد شويه بتلاقي كل حاجه بتتفكك من حواليه، وده لان البركه مش بتستقر في مكان في ظلم. وهنا بقى لازم تاخد بالك من ان الظالم بيكسر توازن الكون، وكل حاجه اتبنت على وجع او حق ضاع لازم تيجي لحظه وتنهار فورا. وفي نفس الوقت بقى الشخص العادل اللي بيخاف ربنا في كل خطوه حتى لو رزقه كان بسيط بتلاقيه مرتاح ووشه منور وفلوسه بتكفيه وبتزيد، وده لان البركه مش في الكم، البركه في الرضا والنقاء اللي بيخرج من القلب. الظلم يا صاحبي مش بس بين الناس، لانه ممكن يكون ظلم للنفس، وده بيبان كويس جدا لما تتعبها وتحمل نفسك فوق طاقتها او تبنيها من الحرام او تبعدها عن الصح. وهنا بقى لازم تاخد بالك من انه كل مره الانسان بيظلم فيها نفسه او غيره فجزء من البركه دي بيضيع. فلو عاوز بقى رزقك يدوم وحياتك يكون فيها نور خليك دايما عادل وما تاخدش اكتر من حقك، وادي كل واحد حقه حتى لو كان بسيط، وده لان البركه بتمشي جنب العدل بالظبط. وكل رزق طاهر بيكبر مع الوقت، وكل رزق جاي من الظلم بيضيع من غير اثر. السبب الرابع بقى يا صاحبي هو الحسد والغيرة. الحسد والغيرة من أكتر الحاجات اللي بتاكل البركة من جوه الإنسان قبل ما تأثر على رزقه، وده لأن القلب اللي مليان غيرة بيبقى دايما شايف اللي عند الناس ومش شايف اللي عنده، وده طبعا بيخليه يعيش في مقارنة مستمرة طول الوقت، لأنه بيقعد يحسب هو ليه غيري عنده وأنا لأ، ليه هو ناجح وأنا تعبان. الشعور ده لوحده يا صاحبي بيخنق البركة، لأن الرزق محتاج قلب راضي مش ناقم. اللي بيحسد يا صاحبي بيستهلك طاقته في الغلط، لأنه بدل ما بيستخدمها في السعي وتطوير النفس بيضيعها في مراقبة غيره، ومع الوقت بقى بتلاقيه بيبعد عن الفرح وعن الرضا وعن التوفيق. الحسد يا صاحبي مش بس بيأذي اللي بيتحسد، ده كمان بيأذي الحاسد نفسه، لأنه بيخليه مش مبسوط ولا مطمن ولا شايف الرزق اللي معاه. اما بقى الشخص اللي قلبه نظيف وفرحان لغيره فالبركه عنده بتزيد والرزق بيجيله من حيث لا يدري. وهنا بقى يا بطل بتاخد بالك من انك لما تفرح بالخير للناس ربنا بيرزقك خير اضعافه. وهنا برضه بتاخد بالك من ان الغيره السوداء بتمنعك تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، وده طبعا بيخليك تحس دايما ان رزقك قليل حتى لو هو كان كبير، لان العين يا صاحبي مش شايفه غير النقص. يعني باختصار الحسد مش بس خطأ، الحسد طاقة سلبية بتسد أبواب الرزق وبتخلي القلب ميت من جوه. بس الجميل بقى في الموضوع ده إن الدواء بسيط جدا، وهو الرضا والفرحة بالخير للناس والدعاء بالبركة ليهم. وصدقني يا صاحبي أنت لو عملت كده فساعتها هتحس إن البركة رجعت وإن رزقك بدأ يكبر من غير ما تفهم إزاي، وده كله لأن القلب اللي بيرضى ربنا بيوسع له الطريق. السبب الخامس بقى يا صاحبي هو عدم الرضا. عدم الرضا من أكتر الأسباب اللي بتخلي الإنسان يشتغل ويتعب من غير ما يحس ببركة أو أي راحة، وده لأن القلب اللي مش راضي عمره ما بيشبع حتى لو الدنيا كلها كانت تحت إيده، لأنه دايما بيبص على اللي ناقص، وده طبعا بيخليه يعيش في دوامة من التوتر والقلق، وكمان بيحس إن رزقه قليل جدا وإن تعبه ملوش أي نتيجة. الرضا يا صاحبي مش معناه إنك تبطل تطور من نفسك أو تسعى، بالعكس تماما. الرضا معناه إنك تسعى وإنت مطمن وعارف إن اللي ربنا كاتبه ليك هو الخير وهيجي في الوقت الصح. الرضا يا بطل بيخلي الإنسان يشوف النعمة اللي بين إيده ويستمتع بيها بدل ما يضيع عمره يدور على اللي مش عنده. اللي بيرضى يا صاحبي بيحس إن القليل بيكفي وإن رزقه فيه بركة بتخليه يعيش مرتاح حتى لو ما كانش غني. أما بقى اللي دايما حاسس إنه مظلوم ومحروم فبيفضل طول الوقت يجري ورا اللي مش ليه، وده طبعا بيخليه يتعب جسمه ونفسه من غير ما يوصل للإحساس اللي بيدور عليه. وهنا بقى لازم تاخد بالك من إن عدم الرضا بيعمل بصيرة وبيخليك مش شايف النعم الصغيرة اللي حواليك، النعم اللي ممكن تكون سبب سعادتك وانت مش واخد بالك اصلا. السبب السادس بقى يا صاحبي هو الاهتمام بالمظاهر. لازم تعرف كده ان الاهتمام بالمظاهر بيخلي الانسان يدخل سباق وهمي ملوش نهايه، بيفضل يشتغل ويصرف ويفكر ازاي يبان قدام الناس بصوره معينه حتى لو ده هيكلفه راحته وياكل منه رزقه. اللي بيعيش علشان يرضي الناس يا صاحبي عمره ما بيحس بالبركه، وده لانه كل مجهود بيبذله بيكون موجه للخارج مش لرضاء داخلي ولا لاستقراره الحقيقي. المشكله بقى ان المظاهر بتمتص البركه، ومن غير ما تحس بقى بتلاقي الفلوس بتخلص بسرعه والفرح بيبقى مؤقت والسعاده شكلها جميل من بره لكنها فاضيه من جوه. الانسان يا صاحبي اللي بيقيس قيمته بعدد الحاجات اللي بيشتريها او اللبس اللي بيلبسه بيعيش دايما في مقارنه بتتعبه، وده طبعا بيخليه يفقد احساسه بالرضا. والرضا يا صاحبي زي ما قلنا من شويه هو مفتاح البركة. في ناس ممكن يكون عندها القليل بس عايشة بكرامة وهدوء، وفي ناس تانية عندها كتير بس مش مرتاحة، وده طبعا لأنهم ربطوا سعادتهم برأي الناس فيهم. وده على فكرة وهم كبير جدا، لأن الناس عمرها ما هترضى كل يوم، الناس دايما عايزين أكتر وكل مرة بيشوفوك فيها بينسوا اللي قبلها. أما السبب السابع بقى فهو عدم تنظيم الوقت. عدم تنظيم الوقت يا صاحبي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان يشتغل كتير من غير أي نتيجة ويفضل حاسس إن اليوم بيجري منه ومفيش أي بركة
فيه. اليوم يا صاحبي لما بيبقى عشوائي ومفيش خطة ولا ترتيب فكل حاجة بتتلخبط والمجهود بيتوزع غلط، فتلاقي بقى التعب بقى كبير والإنجاز بقى قليل، وده طبعا بيخلق إحساس إن الرزق قليل أو إن البركة اختفت من الرزق، رغم إن السبب الحقيقي هو الفوضى مش القلة. الوقت يا صاحبي زي الرزق بالظبط، اللي بيحافظ عليه وبيعرف يديره بيشوف فيه بركة غريبة جدا، بيخلص شغله بدري وبيلاقي وقت لنفسه ولأهله ولعبادته. إنما بقى اللي بيسيبه يضيع بين السوشيال ميديا والتأجيل والتشتت بيحس إن اليوم بيطير منه من غير ما يعمل فيه أي حاجة، وكل يوم بيعدي كده بيزود عليه الإحباط والتعب النفسي. أما أنت بقى لو وصلت لحد هنا فأكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة كده تسيب لي تعليق تقول رأيك إيه في موضوع الحلقة دي، وحابب نتكلم عن إيه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله.